الراجل المصري معروف إنه رافع شعار سي السيد طول الوقت، وبيحب السيطرة وبيعشق التملك. عشان كده قررت مجموعة من الفنانات إنهم يتمردوا على فكرة الجواز من الرجالة المصريين ويتجوزوا أجانب. فتعالوا معايا أعرفكم مين هم الفنانات دول من خلال الفيديو ده. أول واحدة معانا هي الفنانة سامية جمال. تعتبر سامية جمال من أشهر نجوم الرقص في مصر، وفضلت عايشة في قصة حبها مع الفنان فريد الأطرش كان أكتر من 11 سنة. لكن الجوازة فشلت بعد ما تدخل مجموعة من الناس الحقودة وأقنعوها بأنه يستعلى عليها لأنه أمير وهي رقاصة، وأنه كمان بيستغلها لنجاح أفلامه وبس. وده بقى اللي خلاها تتصدم وتقبل بأول شخص يطلبها للجواز، واللي كان شاب أمريكي كان اسمه شيبرد كينج، اللي أعلن إسلامه وسمى نفسه عبد الله كينج. وسافرت سامية جمال معاه في تكساس